بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي متابعيني في الله، عاملين ايه؟ بشكر كل اللي دخلوا القناة وتابعوني جداد. ألف شكر لكم، يا رب يجعله في ميزان حسناتكم ويجعل الفرح قدامكم والسعادة خدامكم. النهاردة قلت أعمل معاكم العيش الشمس الصعيدي. بسم الله ما شاء الله. طالع عديت دقيقة تومين ووريت لكم، حوريكم دلوقتي هتشوفوا، وانا بوريكم دقيقة تومين هتشوفينه برضك انا هما فاضيين في الماجور الكبير عشان اقلبهم مع بعض، عشان لو لا قدر الله فيهم دقيق مظلم يعدل الزين يعدل المظلم. وطلع بسم الله ما شاء الله الرغيف، بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وقسمت لكم الرغيف برضه عشان اوريكم، شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ناكلوه بالصحة والراحة وراحة البال وهدوان السر يا رب، يكفينا شر بيت الحرام وضد الحرام. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. بالله عليكم تدعوا طلاب ثالثة ثانوي ان ربنا يكرمهم ويقف معاهم ويجبر بخاطرهم ويجبر بخاطر امهاتهم وابهاتهم، لان بصراحة الامتحانات نازلة صعبة جدا وربنا يعينهم منا. فدلوقتي مش عارفة انا اقطع لكم الرغيف بالسكين لاني ماسكة التليفون بيدي والسكين بيدي، فحكفة اقطع واوريه لكم يعني بصور لنفسي. فمعلش الكاميرا ما تركب وتندل، ما اعذروني يعني. شايفين ما شاء الله رعية طالعية ديتي دقيقة تومين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وبيحب من ليك بسم الله ما شاء الله. اعذروني التليفون امال يروح وياجي. وهناتي بوريكم العيش انا بعد ما رصيت، وشايفين ما شاء الله. ودلوقتي راح اقفل عليه عشان العيش يستوي. وهناتي اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. بوريكم برضه عشان هطلع دلوقتي. وبألف انا وشفا علينا وعليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امر، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم من كل جديد من قناة مطبخ الطيبين واحد. شايفين اهو دقيقة تومين دي يا جماعة. راح افضيهم دلوقتي، اخدهم معاكم وافضيهم في الطفار. شايفين هناك بوريهولكم ان دقيقة تومين، يعني الشوالة كانت مقلوبة فعدلت عشان تشوفوا دقيقة تومين. احنا بناخده 50 كيلو 30 و20. فهوريكم ان احنا بنودوه الطحونة اللي هي بتحلل. هوريكم شنطة الردة قاعدة من جوا، يعني احنا ما نشاهدوش يهيد بعد كده. والنهاردة الردة تحته كتيرة يبقى الدقيقة ايه ابداعها هيبقى قليل، لما تكون الردة كتير يبقى دقيقها قليل. وبألف انا وشفا بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك ان شاء الله. وديت الحج مع بعض بوريهولكم عليني بعد ما اخلص الماجور، ومنزلهولكم في الفيديو يعني بعد ما اخلص الماجور اروح افرك الحوض واعمل عجينة واحدة كده واحط له اعمل في الدقيق عشان ايه ما يلبكش في الشنطة. وده الخميرة بيري اخر شوية مات 5 جنيه. فالحرة دي ما ينفعش نكتر بيرة خالص. والحدقة دي راح افرك منه شوية والباقي ارميه في الزبالة مش عاوزاه خلاص، يعني عشان ما ينفعش نكتر الحدقة في الحرة دي عشان العيش ما يبقاش محدق. شايفين انا الحتة دهل مع عملي مش عاوزاها، هخلص منها مش عاوزاها. وهعمل الحدقة معاكم صحن دقيق مش مليان عشان بصراحة الجو حر ما ينفعش نكتر فيه الحوض. بس دول ان انا حطاهم بعدين هشوفهم هعوز عليهم تاني ولا. يعني انتوا زي ما انتوا عارفين انا جبت نص الصحن بس ما جبت الصحن خالص مليان. هحط شوية منه وهسيب شوية. شايفين بسم الله ما شاء الله. لازم الخميرة كده نعملها قوية عشان تطلع مملكة وحلوة. وهنيتي حتى شوية دقيق ونزلت عليهم بشوية مية وهنربها كويس الخميرة مع بعض ونغطوها لحد ما تختمر. هنغطوها نروح نعمليها نقلب الدقايق. هوريهولكم برضه انا مقلب في الدقايق بس مش هحلل قدامكم عشان انا حللت قدامكم كذا مرة. فهوريكم الدقايق بس وهقلبهم قدامكم وعبيهم في الشكارة. وبعد ما اعبيهم ان شاء الله قديتها احلل شوية في الماجور عشان ما قلت الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هنا انا بلم الخميرة عشان هغطيها عشان تخمر بسم الله ما شاء الله. والدقيق بتاعي انا اول ما خمرته كده قلت الدقيق دي مش عارفة ماله. شايفين الردة. احنا دلوقتي الردة ده مودينه في الطحونة اللي بتحلل فيطلعوا لنا الردة. ما عرفتش انت غير بعد كده غير تشاهديه. هنا قلبت الشوالة 30 في الماجور، ده الشكارة 30. وهقلب عليها الشكارة التانية 20 واقلبهم بيدي هما التنين كده اقلب زاني. وبعد كده هعبيهم في شوار الدقيق اللي هي بتاعت فينو. كنت اخدتها من امي لما اخويا اتجوز من حوالي يعني في شهر 8 جاي كمل سنة. ما تبانيش غير
وهقلبهم في بعض واعبين في شكارة واحدة. كل ما عاوز اعجن اروح اطلع منيهم واحلل واحط فيهم. شايفين ما شاء الله دول 50 كيلو يا جماعة، وقلبتهم في بعض قلبة زاني. ودلوقتي بعبيهم في الشكارة الكبيرة وهحطهم فيها كده واخليهم عندي في الأوضة اللي فيها الفرن وفيها المغارس. يعني أنا حطها أخليها الأرضية للفرن والمغارس والنشير وكله. وهنقلبهم مع بعض قلبة زيني. انتوا زي ما يمكن عايزين شايفين لما اقلب بالصحن بعد ما قلبتهم بيداي، مسكتهم بيدين التنين كده وقلبتهم قلبة بعدلي عشان لما تعجني العيش بتاعك يطلع بسم الله ما شاء الله. مش تعجن شكارة زينة وتعجن شكارة تانية مش ضمنها زينة ولا مظلمة، لا تحطهم مع بعض وتقلبيهم وتخليهم عندك. وبألف هنا وشوفوا علينا وعليكم كده. يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. وبعد ما هنقلب الدقيق كده مع بعض راح اقفل الكاميرا احلل الدقايق عشان انا حللت معاكم كذا مرة فقلت هم عارفين الحليل. ومعلاش ان انا محلل بغربال سلك يعني بس عشان الغربال اللي معمول بيه اتقطع فما نزلاش يعني ولا لقيش حد يجيب له غربال من دكيتي. ولما ان شاء الله اعمل كده هخليهم يجيبوا له غربال. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم يا رب كده ان شاء الله. كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين هنا تبوريكم الدقيق بعد ما عبناه. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنيتي حللنا دقايق وجولنا نشوف الخميرة. شايفين الخميرة ما شاء الله خمرة اهي. وهاخدها واروح اعجن على طول. اديني غسلت يدي وهطلع شوية دقيق عشان نعمل بيهم العيش بعد لما نجي نقطعه. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. شايفين الخميرة دي انا فضيتها معاكم في المجوع. بسم الله ما شاء الله عاملة زي العسل الخميرة. بألف هنا وشوف علينا وعليكم اللهم بارك. والواحد لما يجي يعجن كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبالهنا والشفا علينا وعليكم. يقرأ كده قول الله واحد 3 مرات وآية الكرسي لأن القرآن على العجين بسم الله ما شاء الله. دي حطيت نص غضاية ملح عشان نقلبها بكوباية مية ونحطوها على العجين عشان ما ينفعش العجين يبقى عادي. وألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب الفيديو يعجبكم ونرضكم إن شاء الله. هقلبهم كده عشان الملح ما يقعدش في البولي. هقلبهم وافضيهم في المجور واشتغل العجين على طول. لما تيجي تدخل يدك في العجين تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد يا بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا هنا حطيت بولة ونص مية عشان اعرف اعمل لي فيهم كويس. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. هنا همشي معاكم واحدة بواحدة وهنملكه كده مع بعض ملكة زينة بعدلهي. وهنا حطيت له كوبايتين 3 مية برضه عشان اعرف املك زيها. واللي بالصلاة على النبي انا قلت بصراحة اشوفه لان لقيت مرت اخويا العيش ما طلعش يعني معاها شوية ما طلعش يعني كويس شوية معذرتها. فقلت جروب وقالوا لي دقيق اصفر فانا لقيت الدقيق بتاعي اصفر قلت لحسن يكون زيه فخليته ناقص فهم. بس ان شاء الله الخبز الجاي رح اخليه مش هخليه ناقص الفم ديتي هخليه يعني حلو كده بالهنا والشفا علينا وعليه. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واللي ياخد من لي وطلع بسم الله ما شاء الله. انا كسرت لكم رغيف اول الفيديو ووريته لكم. نمثل على بعض. والله العظيم الملك بتاعه طلع بسم الله ما شاء الله. يعني الصلاة على النبي عليه وعلى عيشه بصراحة. لأن ما عمل زي كده. اللي شفته فيه إنه بيحب مليك وبيحب مية ومش مية كتير كمان. بق ما ينفعش نكتروا المية في العجين. بق عشان تعرفي تملكيه والعيش يطلع بسم الله ما شاء الله عليه هاشش كده ومستوى على النبي ومفشفش. وألف هنا وشفا علينا وعليكم إن شاء الله. بعدين بوريه لكم. شايفين ما شاء الله. انت لكم يوم شايفين انا هنا بملك بيتزا يعني كام مش العيش الشمسي ده ما ياخد مليك بصراحة. بس كل ما تديله مليك كل ما تاخدي منه عياش. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله شكل العجين عامليه دي كله وهو لسه ما تملى.
يعني دلوقتي هو لسه عاوز له ربع ساعة تاني من الليل. ربع ساعة بقولي ب3 كباب مية، وانتوا كل ما تحط تملك. شايفين ما شاء الله. انا دلوقتي كترتها، حطيت كوباية شاي مية، حطيتها على مرتين زي ما انتوا شايفين عليكم. اول حاجة حطيت نص، بعد كده رجعت حطيت نص تاني. فهعمل لكم برضو ملكة بعدلي، ولسه عاوز مية تاني هندوله. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. ممكن تلقى بفتك مدلل. شايفين العيش ما شاء الله مع المليك. اصل العيش الشمسي دي لازم يتملى. انا طلعت لقيت امي الله يديها صحتها ويعفى عنها ويشفيها من اي حاجه وحشه. ولقيت ستي برضو نفس الوضع. يا ستي كانت تعجين ستي في مجور شقف كبير زمان. يا ستي كيف هتقول لي دي؟ تقول لا يا ستي ده قالوا يخمر ونقطعه هنا ويحوله. بعد كده بقيت تعجن في مجور ألموني. رحمة الله عليها ستة، وربنا يعفى عنهم ويديها صحتها ان شاء الله. وكده يا رب كده شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. شايفين انا لما خليته ناقص فم بصراحة غلط، لانه كان عاوز له فم كبير. بس انا خفت ليه؟ خفت عشان لما رحت بيت ابويا لقيت عيش بيت ابويا مش كويس. فبقول لها ليه كده العياش؟ قالت لي مش عارفه. بقول له هو الدقيق اصفر. طب يا رب ده الدقيق الاصفر يبقى زي احسن في عيش ليه كده؟ رحت انا ايه اشوفها خليها ناقص فم كبير عليه. بس ان شاء الله الخبز الجاي مش هخليها ناقص فم زي كنت ساكتة ما تتكلميش، يعني تقولي لك كم جزمة. قلنا بعد ما خلصنا العشاء تتفنن المغرسات. في ناس ما تقول عليها نرحلوا المغرسات، وفي ناس بتقول تتفنن المغرسات. احنا بنقول نرحلوا وانت تدفلوا عادي التنية. وبألف هنا وشفي ومطرح ما يسر يمرى وخبيز الهنا ان شاء الله علينا وعليكم. اتمنى انكم تجربوه والفيديو بتاعي يكون عجبكم من رضاكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك عشان اكبر بكم معاكم اخواتي في الله. اللي يعزكم ويرضى خواطركم ان شاء الله. دلوقتي انا بتدفل في المغرسات، بعد ما اخلصهم على طول هغسل يدي واشتغل قطيع. معاكم واحدة بواحدة دي ما اوريكم كيف المغارس بتتفل. وفي ناس بتقول بترحل، حلوة هي بصراحة كلمة بترحل المغارس ده. اللهم زد وبارك. لازم هيك كده نعمل الحاجة واحدة بواحدة. شايفين ما شاء الله العيش بعد ما خمر دقيقية، شايفين شكله ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله العجين عامل ازاي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. واتمنى يا رب كده الفيديو يجيبكم من ورطكم ان شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين الرفعان يا جماعة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. وانا هوريكم القطيع زي ما انا معوداكم في كل فيديو بوريكم القطيع. واديني انا بغمز في الدقيق برضو. شايفين بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم عارفين انا ماشية معاكم واحدة بواحدة. يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. العيش الشمس بصراحة احنا تعودنا عليه ودرنا عليه. والواحد عاوز يخس ياكل اللي هي الحتة اللي فيها ردة من تحت، ما ياكلش من فوق. ولو هياكل عيش شمسي ما ياكلش غير 3 خوابير او 4 خوابير. عشان بصراحة العيش الشمسي يعني غير المصري. انت لو هتخسي ليكي نص قرص مصري في اليوم او قرص الا ربع او قرص. فانا خسيت نهارت لما كنت ماشية على التخسيس زي كده، خسيت 16 كيلو. وبعد كده بعد فرح اخرت بقيت حفظت وبعد كده بقيت ارجع تاني على اني اتخن. ودلوقتي انا عندي انزيمات الكبد عالية، فعاوزة اخس. ادعوني ربنا يشفيني. وعاوزة اخس مش قادرة مش عارفة، بس الدكتور قال لي نفسيتك تعباني والحمد لله. ودلوقتي انا قلت علي شهر 6 بس 6 اللي عدى دي 6 بتاع السنة اللي فاتت. جات 6 توفت وبنت عمي توفت ويلا والحمد لله. ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم. واتمنى كده ان قناتي تكبر بكم معاكم اخواتي في الله. اللي يعزكم ورضى خاطركم.
وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمر، وتحطوا اللايك عشان أكبر بكم ومعاكم يا أخواتي في الله. شايفين هناكي بعد ما خلصنا قطيع الحنون دي الصغيرة، عيالي بقيت أقعد أتعرف عليه. هناك بنعمل معاكم الحوض، ولو لقيت العجينة بتاعت الحوض ناشفة حط لها بوط مية عادي مش هيعمل ولا حاجة، وحطها واعمل لها كيكة قرصة زاني وخليها عجينة واحدة ببيتها، وحطيها في شنطة وغمزها بالدقيقة عشان متلبكش في الشنطة منك. أنا هناك كنت حطيت لي بنتي متلفين الكوباية راحت اتلقلق شوية في الكوباية في المجور فعجنتهم بيه. ما تحطوش مية كتير، ده هي دوبها قد نص حق غطية الكاكولي، نص غطية الكاكولي على حسب ما الحدقة عاوز منكم. في ناس ما تقول عليها حدقة وفي ناس ما تقول عليها خميري. انا هوريكم شايفين غمستها في الدقيقة ديني، هحطها في الشنطة وبعد كده هغسل المجور واغسل يدي وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. نحطها في الشنطة خليها في الشنطة مدة ساعتين 3 وبعد كده احطها في الثلاجة ساعتين 3 دي من برا الثلاجة عشان الخميرة تخمر. ولو وصلتوا معانا هناك ما تنسوش تشتركوا في القناة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.